بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. إخواني الكرام، مرحبا بكم في قناة رضوان RG. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في أحسن الأحوال. بالنسبة للفيديو الجديد ديال اليوم إن شاء الله، قبل ما نبداو في هذا الفيديو نتمنى ديروا لايك للفيديو باش يوصل إلى أكثر عدد من المشاهدين، باش دائما يجيكم الجديد إن شاء الله. غداو على أرض المملكة المغربية، وعلى الساعة 6 مساء بتوقيت المغرب، بملعب طنجة الكبير وعلى أرض المملكة المغربية. هذه تشد الأنظار ديال عشاق الكرة الإفريقية لواحد القمة اللي كبيرة، اللي هذه تجمع بين المنتخب السنغالي والمنتخب المصري في نصف نهائي كأس إفريقيا 2025 المقيمة بالمغرب. ماتش قوي وما فيش الهضره بزاف، حيت غير واحد اللي غادي يمشي للفينال، واش المنتخب السنغالي ولا المنتخب المصري. بالنسبه للمنتخب السنغالي اللي داخل بهذه المباراه، واحد المعنويات اللي طالعه بعد المشوار المزيان في البطوله، بان فيه القوه بالقوه المدنيه، يعني القوه البدنيه ديالو وسرعه الاطراف والضغط العالي على الخصوم، الشيء اللي خلاه دائما يكون من أقوى المرشحين باش يتوج بهذا اللقب. في المقابل المنتخب المصري هو حاضر بالخبرة ديالو وبالتاريخ ديالو الكبير في كأس الإفريقيا، والروح القتالية اللي معروف بها في الماتشات الكبيرة، اللي تعتمد فيها على التنظيم ديال الدفاع المحكم والانضباط التكتيكي، وما كيتسلمش حتى آخر دقيقة. هادشي باش معروف المنتخب المصري الشقيق. بالنسبة للمواجهة اللي ما غاديش تكون غير صراع بين اللاعبين فوق أرضية الميدان، ولكن غادي تكون واحد المعركة اللي هي تكتيكية بين جوج ديال المدربين اللي عارفين كيفاش يتعاملوا مع الماتشات الحاسمة. بالنسبة للسنغال باغية تكتب صفحة جديدة في التاريخ ديالها، ومصر باغية تأكد الزعامة ديالها في القارة. اذا غدا ان شاء الله غادي نعرفوا شكون اللي غادي يفوز بهذا اللقاء، واللي غادي ينتظر المواجهه الثانيه التي تجمع بين المنتخب المغربي والمنتخب النيجيري. نتمنى حظ موفق للمنتخبين، المنتخب السنغالي والمنتخب المصري، ودائما ان شاء الله نتمنى تكون واحد المباراه اللي تكون كبيره بزاف باش تستمعوا بعد الفرجه ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للمقابله، هي منقوله على قنوات بي ان سبور ماكس واحد، وقناه الاولى المغربيه تي ان تي، والرياضيه المغربيه تي ان تي. بالنسبه للعشاق اللي ما عنده فين يتفرج، يعني اللي بغى يتفرج في القناه يعني المفتوحه اللي كاينه على النيلسات، وهي كاينه القناه الجزائريه اللي كنت درت لكم الفيديو يعني قبل على هذه القناه هذه، اللي تلقاو تما التردد ديال القناه باش تفرجوا ان شاء الله باذن الله. ونتمنى يعني تعطونا يعني الاراء ديالكم بالنسبه للمقابله ديال المنتخب المصري والمنتخب السنغالي، يعني النتيجه التي تكون في هذه المباراه. وحظ سعيد للفريقين، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله باذن الله.